ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد. خلاص بقى فاضل الايام وهنبقى في عام دراسي جديد. احنا موجودين دلوقتي في جولة جديدة وفسحة جديدة، وموجودين في اكبر شارع تجاري موجود في اسكندرية. احنا موجودين في شارع خالد بن الوليد، وطبعا اللي ما يعرفش خالد بن الوليد هو شارع تجاري كبير جدا للاستوكات والبالة والملابس الجديدة وحاجات المصيفين بقى، من عوامات وادوات المصايف اللي الولاد كلهم بيحبوها. هنا المحل ده كان محل سوري، كان عامل تخفيضات طبعا بمناسبة انتهاء الفصل، انتهاء الصيف يعني. كان عامل اي تيشيرت ب100 وب65 زي ما احنا شايفين كده، وكان عنده الاطفال ب25 وب35 كمان. خلوني بقى كده اقول لكم احنا في بداية الشارع اهو. هنبتدي جولتنا من محمد الصرفي وهتنتهي في ميامي. عايزه اقول لكم ان خالد بن الوليد ده شارع ما ينفعش نيجي اسكندريه الا لما نعدي عليه. كلنا لازم كل المصيفين يعدوا عليه، سواء بقى هيشتروا ملابس او هيتفسحوا او هيتمشوا فيه. هنا كانتين شوكي كان معانا بجنيه يعني، فحبيت اصور لكم الراجل الجميل ده. موجود اول شارع محمد الصرفي عند المناهري، علشان تنفعوه كده بقى في بداية جولتنا. وهنتمشى مع بعضينا وهقول لكم كل التفاصيل اللي انتوا عايزينها واللي انتوا حابينها. في البداية كده شارع خالد بن الوليد ده قلت لكم هو شارع تجاري كبير، في شقق للمصيفين طبعا. ليه؟ لان هو قريب من الشواطئ، فعلشان كده كلنا بنحب ننزل في الشارع ده. في بقى كل الخدمات اللي احنا محتاجينها، من سوبر ماركت وصيدليات ومطاعم وكافيهات، وكل اللي احنا عايزينه واللي احنا حابينه. هنا كان سوبر ماركت ريان، كان فيه الخضروات والفاكهة دي. طيب بمناسبة بقى المأكولات، في أسماك عاشور والحبشي وكنتاكي اهو. سوبر ماركت ريان عايزه اقول لكم فيه كل اللي انتم محتاجينه من ادوات تنظيف وخضار وفاكهه كده بقى. احنا مكملين. هنا ملابس جديده يعني، ودي ادوات البحر وحاجات البحر وكمان كوتونيل. هنلاقي كل اللي احنا حابينه وكل اللي احنا عايزينه. بالمناسبة الاسعار دلوقتي بتاعت الايجار اليومي من 500 ل 700، ده للشقق. طيب لو احنا حابين بقى ناخد شقة فندقية، طبعا هيبقى الايجار اليومي 700 جنيه. لو هناخد صف اول على البحر طبعا بيبقى برضو من 700 ل 800، ده حسب الاتفاق. عايزه اقول لكم ان الشارع جميل جدا، مش يعني مش هتشبعوا منه. طول ما انتم ماشيين بقى هتلاقوا ملابس اطفال وملابس كبار، هتلاقوا كل اللي انتم محتاجينه. لو جايين ومعكمش يعني عوامات ولعب اطفال هتلاقوا. طيب الجميل بقى في الشارع ده اللي انا ما اقدرش استغنى عنه كل ما اجي اسكندريه، لازم نعدي على حمامة نجيب كنافة نوتيلا ونشرب عصير عند ابو رامي ونتمشى كده في الشارع. كمان لو انتوا مش من محبين يعني انكم انتوا تطبخوا كل يوم وتعملوا اكل، هتلاقوا مطاعم كثيرة جدا. ده اسماك حبشي، يعني الاسعار كانت عنده حلوه قوي. وكمان كل ما هنمشي في السوق بقى هنلاقي حاجات كتير. بالمناسبه في فراخ مشويه، كان السعر عامل 250 يعني للفرخة. كمان في حواوشي اسكندراني. الشارع ده بقى بيسهل عليكم ان احنا ما نعملش اكل، هنطلع من البحر هننزل هنا. وكمان المطاعم والشوايات لو جايبين فراخ معاكم ممكن تودوها تتشوي، هتدفعوا مبلغ بسيط عليها. خلينا بقى نكمل كده في الشارع وافرجكم على جماله قد ايه هو جميل وحلو. ما ينفعش نيجي الا لما نعدي عليه ونروح المنشيه وابو قير وسعد زغلول والشاطبي ومحطه الرمل. التمشيه في الشارع ده جميل جدا جدا جدا، انا عن نفسي بحب اتمشى فيه. هنا بتوع الفراخ المشويه والحواوشي هتلاقوهم كتار جدا ونفس الاسعار. لو جايبين اكل من البيت وحابين تسووه عندهم هياخدوا مبلغ التسويه بس. هنا ده الحاج ابو النصر وابن الاكابر، ده كان لملابس الاطفال، كان عندهم حاجات حلوه قوي كوتونيل، يعني خامه كويسه. ده حمامه بقى. وهنا عايزه اقول لكم ان المعشوقه ليا يعني هي كنافه بونتيلا. كنا هنجيب كنافه وهريسه ومدلعه. وهنا قلت لكم صورت لكم الاسعار. ده الفرع الاولاني، وبعد كده هنمشي قدام هنلاقي الفرع التاني في ميامي. يا رب اكون قدرت افيدكم.
طيب نصيحة كمان بقى، لو احنا جايين وعايزين نستمتع بالوقت، لو احنا جايين 3 ايام او 4 ايام كده، يا ريت تيجوا في نص الاسبوع، بلاش خميس ولا جمعة علشان زحمة الشواطئ. تعالوا في نص الاسبوع هتلاقوا الدنيا رايقة، وهتعرفوا تستمتعوا بالاجواء هناك وبالفسح. بالنسبة بقى للفسح، ما تنسوش تركبوا الاتوبيس ابو دورين، وتعدوا على محطة الرمل تركبوا الترام، وتخشوا ملاهي المعمورة وملاهي العصافرة، وتتفسحوا في المنشية. ولو عايزين سمك مشوي باسعار كويسه، يا ريت تخشوا على بوقير، هتلاقوا يعني محل كبير او شادر كبير بتاع اسماك هناك بيسووا، تشتروا اللي انتوا عايزينه كله وتاخدوه وتاكلوه على البحر. كمان قلت لكم لو انتوا جايين 3 ايام، يا ريت يعني ما نجيبش اكل من البيت بقى ونطبخ وكده، لا، الشارع ده فيه كل المأكولات اللي احنا عايزينها، وفيه كل حاجة اللي احنا محتاجينها. الوقت هيضيع في عمل الاكل، فالشارع ده موجود بقى فيه كل اللي انتوا حابينه واللي انتوا عايزينه علشان تستمتعوا بيومكم وتستمتعوا بالفسحة بتاعتكم. الشارع بتاع خالد بن الوليد زي الوكالة عندنا، زي شارع فيصل، زي ابو طالب في دار السلام، زي العتبة. هو شارع تجاري مليان ملابس ومأكولات ومشروبات وكافيهات وكل اللي احنا محتاجينه كمصيفين. لسه مكملين مع بعضينا طبعا في الشارع الجميل ده، وهنا هريسة احمد حسنين، لو حابين تجربوا من عنده الهريسة. انا عن نفسي بشتري من عند حمامة، فاحمد حسنين ده مش عارفة الطعم ايه. وكمان في معانا اولاد فتح الله، ده هتلاقوه في اخر ميامي عند موقف الميكروباصات يعني. اولاد فتح الله ده لسه فاتح جديد، بيبيع هريسه وبسبوسه وحلويات كده. احنا مكملين بقى في الشارع، وجمال الشارع ده من اجمل المناطق يعني اللي تنزلوا فيها للبحر، او يعني تحجزوا فيها، هو شارع خالد بن الوليد. هتلاقوا الشقق هناك حلوة وجميلة، وكمان قريبة للشواطئ. هتطلعوا من الشارع على طول هتلاقوا شاطئ البروفاج والعصافرة، وكمان ميرامار. بلاش ادوارد الخراط، هتلاقوني عامله لكم كذا فيديو. بلاش ادوارد الخراط يا جماعه. دي بيجامات كانت بناتي، كانت ب75 جنيه. كل ما هتقلبي في الاستاند كده هتلاقي بيجامات جميله قوي. بصوا البيضه دي كانت عجباني، وهي خامة قطن وجميلة، وكمان كل الالوان اللي انتوا شايفينها دي ب75 جنيه. طبعا مقاسات، هي مش مقاس واحد، مقاسات، ولكن كانت خامة حلوة قوي. انا عن نفسي كل ما اجي اسكندرية لازما اشتري من عندهم بقى، سواء فستان او شميز او اي حاجة، يعني بتبقى الخامة حلوة وكحاجة جديدة يعني. ده جيلاتي فريسكا، كان برضو اسعارهم حلوة قوي. لو عايزين تاخدوا ايس كريم بقى وانتوا ماشيين، او تنزلوا وتتمشوا. بصوا بقى المصيفين، احنا بنحجز في الشقق ونطلع ننزل البحر، وبعد كده نجيب مأكولات بقى، اي مأكولات احنا حابينها من هنا من الشارع، ونكمل في على اخر الشارع عند ميامي كده، بيطلعوا يقعدوا عند بير مسعود. طبعا هتلاقوني برضو مصوره لكم في جولة الاتوبيس ابو درين بير مسعود وقت النهار، وقلت لكم ان بالليل بيكون زحمة، ازدحام شديد جدا بسبب المصيفين. بنطلع هناك نقعد ناكل ايس كريم بقى وترمس وذره مشوي، ويركبوا عجل وبيتش باجي. المكان هناك بيبقى خرافه. ده كفسحه من خالد بن الوليد يعني. هو بنطلع اخره بنلاقي بير مسعود. هنا بقى كان الامير، والامير ده للشباشب والسليبر الحاجات الجميله دي بتاعه البحر. لو انتوا جايين بقى من اي مكان، سواء القاهرة او خارج القاهرة يعني، وحابين تنزلوا يومين 3 في اسكندرية، ما تجيبوش هدوم، لان هنا هتلاقوا كل حاجة يعني. بصوا العبايات دي او الجلاليب دي كانت حلوة اوي، كمان كخامة جميلة. كانت عاملة 90 جنيه، وممكن تفصلوا تاخدوها ب80. في منها ابو استك وفي منها العادي. طبعا حلوة اوي كرسومات ونقوشات، وتنفع كمان كهدايا يعني لو عايزه تهدي اختك او اخت جوزك او مامتك او حاجه زي كده، ممكن تجيبي لها عبايات بيتي من هنا، حاجات حلوه. اللي هيقول لي طب ما في العتبه ايه اللي هيخلينا نجيب، هقول لكم الخامات هنا حلوه والرسومات كمان جميله، وكتمشيه وانتوا بتتمشوا كده ان كنتوا جايبين هدايا بقى وحاجات جميله زي كده. خلونا بقى نتمشى في اخر الشارع كده واوريكم الاجواء كانت عامله ازاي. الشارع ده في اخره ميامي، وميامي الموقف اللي بننزل لو جايين من القاهره بنركب من رمسيس بننزل ميامي. طيب لو حابين بقى نركب مثلا
من عندنا او من خالد بن الوليد ونسافر اي منطقه هتلاقوا برضو الموقف بتاع الميكروباصات ده اخر ميامي. موجود فيه كل المناطق اللي انتوا حابينها وكل اللي انتوا عايزينه يعني. العبايات اهي جميلة، وهنا مكملين بقى. حابة افرجكم على الحاجات الجميلة دي بالاسعار الحلوة دي، ككوتشيهات بقى وملابس خروج وملابس اطفال وعوامات البحر وسليبات، سليبات البحر او شباشب للبحر يعني، او صنادل او حاجات كده. هنا كانت ب80 في ستاند تاني. العباية دي كان بيقولك ممنوع الفصال. تعالوا بقى اقول لكم على بعض النصايح لو حابين تيجوا. بلاش تتقلوا الشنط عليكم وتجيبوا هدوم كتير، لان الشارع ده هتلاقوا فيه كل اللي انتوا حابينه يعني، واحنا بنحب ننوع ونحب نشتري جديد، فبلاش شنط كتير. لو جايين بقى لأول مرة وعايزين تنزلوا اسكندرية، يا ريت تحجزوا قبليها. بلاش تحجزوا نقدي، لا احجزوا عن طريق التليفون. احجزوا وشوفوا الشقة على الطبيعة قبل ما تنزلوا وتيجوا. وتعملوا زينا، احنا كنا متعودين ننزل في مكان ما يعني. فللأسف أول ما جينا لقينا البيت مغلق تماما، فاضطرينا وقفنا في الشارع أكتر من ساعتين 3 بالولاد والحاجات، وكنا جايبين للاسف مأكولات ففكت مننا بسبب الطريق، وبسبب ان احنا وقفنا عبال ما لقينا شقه. فيا ريت في جروبات كتيره اسمها ميامي خالد بن الوليد، ننزل بوست احنا يا جماعه نازلين عايزين شقه بالمبلغ اللي احنا حابينه، فهيوريكم صور الشقق وهتتفقوا من هنا. هتحجزوا عن طريق رقم التليفون، مش عن طريق ان انتوا تبعتوا فلوس او تحجزوا كاش، لا انتوا بتحجزوا برقم التليفون ان الشقه دي بتاعتكم باسم فلان الفلاني. فيا ريت ما تجوش كده. او لو هتحجزوا بقى شقق فندقيه او في فندق، عندكم فندق دار السلام في محطه الرمل، ده من الفنادق الحلوه اللي اسعارها كويسه. وكمان في الشاطبي هتلاقوا بيوت الشباب. بيوت الشباب دي بتبقى باسعار رمزيه وبرده كويسه جدا. انما الشقق اللي هي بتبقى في البيوت بقى وكده عن طريق سمسرة، ممكن السمسار يجيب لك شقه وممكن يقعد يدور معاك وكده، بس برضو في الاخر هياخد عمولة. فعن طريق الجروب احسن بتاع الفيسبوك. احنا جايين شوفوا لنا شقة في خالد بن الوليد بالرقم اللي حضرتك تحدده، مش باللي هم محددينه. هنا العبايات بقى زي ما قلت لكم، بصوا جمالها قد ايه حلو يعني. والبرتقاني الاطفال دي كانت عامله 65. وطبعا العبايات البيتي دي مفيش اجمل منها. زي ما قلت لكم الشارع عامل زي العتبة عندنا. وطبعا في حاجات جميله جدا، في ملابس رياضيه، في ملابس بيتي، في ملابس اطفال، في حاجات حلوه قوي. وكمان الاستوكات كانت باسعار كويسه غير اسعار الخزعبليه اللي عندنا في الوكاله يعني. الاسعار بتاعت الاطفال هنا كانت 50 و45 و35، عندنا في القاهرة هنلاقيها حاجة تانية يعني علشان البلوجر وكده فبينزلوا الوكالة، فالاسعار ارتفعت وراحت في حتة تانية. هنا بقى مكملة، وكنت حابة اصور لكم الشارع من اوله لاخره، مش عارفة ليه، علشان يعني انا بحبه كده، فحبيت اخد لكم جولة في الشارع كله علشان تشوفوا هو قد ايه جميل وفي كل متطلباتنا. وكمان كانوا بعض المحلات عاملين سيل بمناسبة خلاص انتهاء فصل الصيف. والتيشيرتات دي بالمناسبة كانت عاملة 99 و120 جنيه. كانت تلبس يعني المقاس المحير 13 ل 15 سنة. خلونا بقى كده نتمشى كده مع بعضينا ونشوف الاجواء ايه، وافرجكم على ملابس الصيف والحاجات الحلوة دي ونرجع تاني.
ورجعت لكم تاني من اجمل شارع في اسكندرية بعد المنشية طبعا، هو شارع خالد بن الوليد. يلا بينا نعمل جدول لو هننزل اسكندرية علشان نقدر نستمتع بوقتنا كله، ونكون اتفسحنا وخرجنا في كل المناطق وزرنا اسكندرية كلها. تعالوا نبتدي بقى من اجمل الشواطئ وانضفها. لو عايزين شواطئ حلوة ورخيصة وتكون ما فيهاش صخر ويكون الشاطئ رملي، تعالوا ننزل شاطئ العصافرة او البروفاج نفق 45، وده بيكون زحمة جدا، وجزيرة الدهب ومحمود سعيد. ونخرج بالليل في افلاطون، او نروح نقعد على بير مسعود ونتمشى ونركب الاتوبيس ابو دورين، وده هياخدنا جولة من البحر من منظرة لحد بحر القلعة. ومدة الجولة هتبقى ساعتين، واجمل ساعتين طبعا، لان الاتوبيس هيبقوا مشغلين اغاني ودجي وحاجات حلوة وجميلة جدا ولطيفة. يعني لو بتعانوا من اكتئاب او عايزين تغيروا المود، انصحكم تركبوا الاتوبيس ابو دورين، وهو الموقف بتاعه عند المنتزه المنظرة، وهياخدكم لفة لحد بحري. طبعا هتشوفوا كل الشواطئ المتاحة وكل الاماكن الجميلة. هنا نسيت اقول لكم ان العوامات الجميلة اللي عدت دي اسعارها رخيصة، ارخص من على الشواطئ. والعاب البحر، العاب البحر اللي هو الجردل بالشوكة بالحاجات دي، كانت عاملة 100 جنيه هنا في الاسواق دي. والعوامات طبعا كان من 65 لحد اقصى سعر 150. الاسعار كانت اقل من على الشاطئ. يعني لو حابين تشتروا او عجبتكم حاجة على الشاطئ، تعالوا اشتروها من هنا من السوق. هنا اسعارهم ارخص من هناك. على الشاطئ مستغلين شوية المصيفين، لان في بعضهم ما يعرفش ان شارع خالد بن الوليد فيه كل اللي احنا محتاجينه. وكمان عايزه اقول لكم ان في بداية الشارع لو شفتوا معايا كده عند محمد السرفي الاسعار بتبقى غاليه شويه، لكن كل ما تنزلوا تحت شويه او تتمشوا في الشارع يعني لغايه هنا هتلاقوا الاسعار خفت شويه بقت حلوه. هنا بقى بالمناسبه الاستاذ ده او الفرش ده موجود عند كافيه ابو الحسن او عند هريسه رشيد. اسعاره كانت حلوه. كان الشبشب الاطفالي او الصندل كان عامل 80 او 90، والكبير طبعا اسعار متفاوته من 65 لحد برضو 100 جنيه. اسعارهم كانت حلوه قوي. وده كان مكانه كافيه ابو الحسن، حلو وجميل وقعدته حلوه لو حابين كافيه يكون عليه نت. وهنا التيشيرتات القطن والترنجات دي والجواكت القط كان زي ما انتم شايفين 300 ل 225. وخلونا نتمشى بقى. ما تنسوش تنفعوا الناس الجميله بتاعت الترمس والتين الشوكي وغزل البنات، لان دول اكتر ناس احنا لازم ننفعهم ونشتري منهم. الناس دي بتبقى واقفه طول النهار يعني. وعايزه اقول لكم التين الشوكي مغلفينه بستريتش راب وحاطينه في اطباق فويل، وما تقلقوش لابسين جوانتي وهم نضاف. نسيت بقى اقول لكم ان عند عصير ابو رامي كافيه كمان، لو من محبين النت ومش لاقيين مكان في نت، فعند ابو رامي الكافيه موجود في نت يعني، وقعدته لطيفه وجميله. تقعد بقى تشرب قهوه او عصير قصب او اي مشروب انت حابب تشربه. كده احنا بقى وصلنا لحد اخر الشارع، خلاص داخلين على ميامي وخلاص هننهي جولتنا معاكم. وما تنسوش تروحوا مكتبة الاسكندرية، وكمان المتحف الروماني لما افتتحوه بقى جميل جدا جدا. وهنا البناطيل الجميلة دي كانت عاملة 45 جنيه كل المقاسات، من اول مقاس 4 سنين لحد مقاس 12 سنة. كل الالوان الجميلة دي. الخامة كانت جميلة، خامة مبطنة، خامة تقيلة يعني. كمان كان في التيشيرتات القطن اللي احنا شفناها دي، كانت برضو اسعارها كويسة عاملة 55. وهنا هنلاقي برضو العبايات البيتي بقى باشكال تانية مختلفة، اللي هي القط والرسومات والنقوشات المختلفة دي زي الميكي ماوس، زي الاسبونش. هنلاقي كمان التيشيرتات الحلوة الجميلة اللي احنا شايفينها دي كانت عاملة 25. وكمان هنلاقي حاجات مواليد لو عايزين يعني. الشارع قلتلكم شارع تجاري وفي اكتر من سوبر ماركت، وفي حضرموت
حضرموت ده مش عنتر، حضرموت اشرف او حاجه زي كده. المهم هنا بقى الفرش ده كان عليه حاجات جميله قوي زي ما انتم شايفين كده، قدرة الفول والرسومات الجميله دي بتاعه رمضان وفنانيس. واحنا اتفاجئنا يعني انه هو عارضين يعني فنانيس والحاجات دي قبل رمضان، وكان حاطط اي لعبه من لعب التلاجة دي ب5 جنيه. طبعا عايزه اقول لكم ان هي حاجه جميله جدا وكخامه تقيله، مش بتقع يعني من على التلاجة من اول ما تثبتوها وكده. والعنب ده ابني كان بيقول لي عنب، عنب يعني حلو. قعدنا نتفرج عليه بقى واشترينا من عنده ومكملين كده. هنروح بقى، ودي جزيرة المحروسة. لو عايزين تشتروا حاجات اللي هي زي ما احنا شفناها دي، انا صورت لكم قمر ان هو عند جزيرة المحروسة. هنا اسواق شريف عامر للملابس الخروج. هو مجموعة محلات كبيرة كده. عندك اسماك السيوفي ده وجنبيه العطارة. اسماك السيوفي ده احلى محل تشتروا منه اسماك، يعني غير حبشي وعاشور. خلاص تمام. واللي قعدوا يقولوا اشتروا اكلة سمك من هنا وروحوا كلوها على البحر، لا. انا بنصحكم تجيبوا سمك من عند ابو قير، هناك السوق اكبر وكمان ارخص، وهتشووه على الشوايه وتاخدوه وتروحوا فين على بحري بقى، منكم للبحر كده، وهتقعدوا، ودي تبقى احلى فسحه واجمل خروجه وانتوا بتاكلوا الاكل جنب البحر كده على طول. هنا احنا جينا عند حمامه الفرع التاني، وده يعتبر الفرع الاكبر. انا عن نفسي بحب اشتري من الفرع ده اللي هو في ميامي ده. هو نفس الاسعار بس فرع اكبر، بيبقى فيه بقى حلويات كتيره جدا، حلويات اللي هي السبوع، وحلويات اللي هي زلابيا وبلح الشام والحاجات دي، وبسبوسه مكسرات وبسبوسه ساده، وفي حاجات حلوه. انا عن نفسي بحب اشتري من الفرع ده. تعالوا بقى ندخل كده ونشوف. كمان جبنا من عندهم مشبك وهريسه وشوكولاته وارواح وبسكوت للشاي. دي القائمة بالأسعار، بيقولك أقل حاجة ربع كيلو من أقل حاجة يعني. بس عندهم حاجات حلوة، عندهم حلويات كتيرة متنوعة. زي ما احنا شايفين بقى، عندهم عزازية ب100، وكان الهريسة ب100، والمشبك كان من أول 25، واللذيذة ب60. وده شكل المحل بقى لو عايزين تجيبوا شوكولاتات وحاجات سبوع وحاجات من كده. ده الجردل اللي قلت لكم عليه في بداية الفيديو اللي هو كان عامل 100 جنيه. الجردل خامته حلوة، يعني الولاد يلعبوا بيه الصيف ده، وتشيله لهم كمان الصيف الجاي يلعبوا بيه هم واخواتهم ولاد عمهم ولاد خالهم. كان فيه طبعا أسعار كتيرة. كده احنا خلصنا بقى، طالعين على ميامي وخلاص هننهي جولتنا. ولو وصلتوا لغاية هنا لايك واشتراك وكومنت بقى جميل منكم لو عايزيني اصور اماكن تانية. وما تنسوش تروحوا المنشية وتركبوا الترام وتعدوا كمان على القلعة بتبقى حلوة قوي، والقعدة هناك بتبقى جميلة جدا، سواء بقى فصل الصيف او الشتاء، او لو عايزين تاكلوا سمك في مكان جميل مفتوح منكم للبحر كده، وتاخدوا جولة كمان بالمركبة. سعر المركبة هيبقى ب20 جنيه الفرد، ده المراكب اللي جنب المركبة. وهناك كمان في مطعم اسماك القطعة، وفي حاجات حلوة قوي، منطقة بحري من اجمل المناطق. وكمان لو حابين تاكلوا كشري ومش لاقيين، عندكم كشري التحرير فتح اهو، وجنبيه على طول كنتاكي وماكدونالدز، وكمان موجود فول وفلافل لو وحشتكم يعني الفول والفلافل وحابين تاكلوا. عايزه اقول لكم ان الشارع شارع حيوي مفتوح 24 ساعة ما بيناموش، يعني لو حابين تسهروا وتقعدوا مش هتلاقوا اجمل من شارع خالد بن الوليد، هتلاقوا شارع حيوي. وكمان ما تنسوش تاكلوا ايس كريم من عند عزة، عندهم اكتر من فرع في انحاء اسكندرية كلها. وكمان كشر الخديوي لو مش عايزين من عند التحرير هتلاقوا الخديوي، ومفيش احلى من رز بلبن من عند بلبن. وهنا احمد حسنين بقى، احمد حسنين له كذا فرع برضو، هنلاقيه معانا هنا في ميامي، وهنلاقي معانا بره برضو عند كافيه العزازية وفندق كليوباترا. وهنا ويزو الحلو لو حابين تحلوا بعد ما تاكلوا كشري من عند التحرير او الخديوي. وكنت معاكم انا، وفسحة سعيدة ورحلة سعيدة وباي باي. وده الحنطور. وهنا كان كافيه السلطان، كانوا عاملين مهرجانات بقى وافتتاح للكافيه، وكانوا عاملين شو حاجة حلوة قوي وجميلة زي ما انتم شايفين كده. كانوا شغالين دي جي ولعب اطفال اللي هي العرايس الكرتونية دي اللي بيلبسوها. وهنا هننهي جولتنا، وكل سنة وانتم طيبين، وفسحة سعيدة ورحلة سعيدة، والقاكم على خير في الفصل الصيف اللي جاي ان شاء الله، صيف 2025.
باي باي، اشوفكم على خير، وانتظروني في شواطئ كثيرة جدا 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 عن اسكندرية ومرسى مطروح وراس البر والعين السخنة واسماعيلية وفايد.